بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحلقة اللي فاتت خلصنا كلامنا عن البانرز الخاصة بالستايل، والنهارده بإذن الله هنتكلم عن البانرز الخاصة باللايرز. طيب تعالوا كده في الأول نخلي البانرز الخاصة معانا باللايرز عايمة معانا. أول حاجة من قائمة ويندوز دوكينج هختار لايرز. هنلاحظ كده إن البانل بقت عايمة معايا. أول حاجة عايزين نراجعها إن إحنا اتفقنا إن إحنا بنرسم الأشكال اللي موجودة معانا على لايرز أو طبقات، وقلنا الطبقات دي هي اللي بنرسم عليها الأشكال، وإحنا ممكن نرسم طبقات فوق بعض. يعني أنا واقف هنا على اللاير رقم 1، ممكن أنشئ مستطيل. لو عايز أعمل layout تاني هاجي من علامة الزائد اللي موجودة معايا هنا وهختار فيكتور layout. هلاحظ إنه هنا أنشأ لي معايا اللاير رقم 2، وليكن في اللاير رقم 2 هرسم دايرة. بس تعالى كده في الأول أغير لونها. أول حاجة عايزك تلاحظ معايا هنا إن دلوقتي عندي المستطيل مرسوم على اللاير رقم 1. لو أنا وقفت كده على المستطيل هو كده مرسوم معايا في اللاير رقم 1. تاني حاجة الدايرة مرسومة معايا في اللاير رقم 2. وعايزك تلاحظ معايا هنا حاجة مهمة، إن الدايرة هنا فوق المستطيل، لأن هنا ترتيب اللايرات إن اللاير رقم 2 فوق اللاير رقم 1. ينفع هنا أعكس ترتيب اللايرات؟ مفيش أي مشكلة خالص. لو أنا ضغطت على اللاير رقم 1 وسحبته فوق اللاير رقم 2 هلاقي المستطيل بقى فوق الدايرة. نفس الفكرة لو اللاير رقم 1 فيه أشكال كتير، يبقى أنا كده بحط اللاير رقم 1 فوق اللاير رقم 2. لو أنا عايز أرجع الدايرة تاني ممكن أسحب اللاير رقم 1 وأنزله تحت اللاير رقم 2. يعني هنا نفس ترتيب اللايرات اللي موجودة معايا هيبقى نفس ترتيب الأشكال من حيث الأعلى للأسفل. هنا بالترتيب اللاير اللي فوق هيكون هنا أول لاير موجود معايا، واللاير الأخير هيكون آخر لاير موجود معايا. لو أنا جيت أعمل لاير تالت وليكن هرسم فيه نجمة، نفس الفكرة هلاقي النجمة بقت موجودة فوق كل الأشكال اللي موجودة معايا. لو أنا عايز أخلي النجمة آخر حاجة موجودة معايا هسحب اللاير الخاص بالنجمة وأخليه آخر لاير. كده بقت النجمة موجودة آخر حاجة معايا في الأشكال. تاني حاجة لو أنا عايز أرتب اللايرات اللي موجودة معايا عشان ما اتلخبطش، يعني أنا دلوقتي كده مش عارف اللاير رقم 2 إيه الشكل اللي مرسوم فيه، أو اللاير رقم 1. نفس الفكرة بالنسبة لللاير رقم 3. أول حاجة وأنا واقف على اللاير هلاقي سهم صغير موجود معايا هنا. هنا لو ضغطت عليه هيفتح لي البانل الصغيرة دي. أول حاجة النيم هو اسم اللاير. دلوقتي أنا واقف على اللاير الخاص بالنجمة، ممكن أسمي اللاير أي اسم مميز خاص بيه، وليكن دلوقتي أنا هسميه نجم. لو أنا كده ضغطت أبلاي كده يبقى أنا سميت اللاير اللي موجود معايا، عشان ما الخبطش نفسي لما الاقي اللايرات اللي موجوده معايا لاير 1 و2 و3. يبقى انا هسمي كل لاير بالاسم المميز الخاص بيه عشان سهوله التنقل بين اللايرات. وليكن اللاير رقم 1 هضغط على السهم واسميه مستطيل. اللاير رقم 2 هقف عليه واضغط على السهم واسميه داير واضغط ابلاي. كده اول حاجه قدرت ان انا اسمي اللايرات اللي موجوده معايا عشان اسهل على نفس الشغل. تاني حاجة عايزك تاخد بالك منها وأنت بترسم الأشكال، تخلّي بالك أنت واقف على أنهي layer. يعني أنا دلوقتي ما ينفعش أبدأ رسم كده وخلاص وأنا مش عارف أنا بارسم فين. وليكن دلوقتي لو عايز أرسم على الlayer اللي موجود فيه النجمة، لازم أول حاجة أقف على الlayer الخاص بالنجمة وأبدأ أرسم. وليكن هارسم نجمة تاني. لو أنا عايز أرسم على الlayer اللي موجود فيه المستطيل، أول حاجة هاقف على الlayer اللي موجود فيه المستطيل وأبدأ أرسم وليكن مستطيل تاني. يبقى كده عايزك تلاحظ معايا وأنت بترسم تكون فاهم وعارف أنت بترسم على أنهي layer بالضبط. مش عايزك ترسم والأشكال تتلخبط معاك، بعد ما تقف على الlayer ده تلاقي لأ ده الشكل اللي أنت رسمته موجود على الlayer التاني، وتقعد تلف وتجري ورا اللايرات. تعالوا كده نحذف الأشكال اللي موجودة معايا هنا. لو أنا عايز أحذف الlayer الخاص بالنجمة هاقف على layer النجمة وفي علامة السلة اللي موجودة معايا هنا هالاقيه حذف لي الlayer الخاص بالنجمة. نفس الفكرة بالنسبة للمستطيل، هاقف على الlayer الخاص بالمستطيل واضغط على السلة اللي موجودة معايا هنا. يبقى أنا كده حذفت الlayer بكل الأشكال اللي مرسومة عليه. تعالوا نتكلم أكتر في شوية الأوبشنز اللي موجودة معايا هنا. هاضغط على السهم هنا. أول حاجة قدرنا من النيم إن إحنا نسمي اللاير اللي موجود معانا. تاني حاجة هنلاقيه معانا هو أوبشن فيزيبل. فيزيبل يعني مرئي. لو أنا شلت الصح من هنا يبقى اللاير اللي موجود معايا لاير مخفي. ضغطت أبلاي يبقى أنا كده خفيت اللاير اللي موجود معايا. هو اللاير موجود فعلا بس هو مخفي. لو أنا ضغطت كنترول ار مش هشوف حاجة. عايزك تلاحظ معايا كده مفيش أي حاجة مرسومة، مع إن اللاير موجود بس أنا عملت له إخفاء. مش هيظهر معايا غير لو أنا فعلت فيزيبل وضغطت أبلاي. كده اللاير ظهر معايا تاني. لو ضغطت كنترول ار هلاقي اللاير ظهر معايا تاني. تاني حاجة تيجي معانا بقدر من خلالها إن أنا أعمل إخفاء لللاير
من الورك سبيس اللي موجود معايا. هضغط كده واضغط ابلاي، هلاقي ان الدايره هنا مخفيه معايا في الجزء الخاص بالعمل في المكان اللي انا بشتغل فيه. بس لو انا ضغطت كنترول ار هلاقي الدايره موجوده معايا. لو انا هنا اللايرات كتير معايا وعايز اخفف الشغل شويه عشان عيني ما تتشتتش، بعمل اخفاء لللاير من الورك سبيس. تالت حاجه تيجي معانا وهي دونت ريندر ذيس لاير. لو ضغطت كده، اول حاجه عايزين نعرف ايه هو ريندر اصلا. الريندر اصلا ان انا دلوقتي عملت الفيديو بتاعي، وليكن جبت القوه دي وليكن كده انا خلصت الفيديو بتاعي. انا دلوقتي عايز اطلع الفيديو ده، ان انا اطلع الفيديو من البرنامج ده اسمه ريندر. فانا هنا لو فعلت اوبشن دونت ريندر ذيس لاير وضغطت ابلاي، فانا كده لما اعمل استخراج للفيديو من البرنامج هلاقي اللاير ده مش موجود معايا، ولا هلاقي الحركه دي موجوده معايا، لان انا قلت له مش عايزك تطلع اللاير ده في الفيديو لما يطلع من البرنامج. نيجي لاخر اوبشن موجود معانا وهو اجنور باي لاير سيلكتور. لو انا فعلت الاوبشن ده وضغطت ابلاي، تعالوا كده نفتكر لو انا عندي كذا لاير، وليكن اللاير ده في المستطيل، هعمل لاير تالت، وليكن سريعا هغير اللون واعمل النجمه. احنا كنا متفقين ان من ادوات اللاير اللي موجوده معانا اللي بتديني سهوله في التنقل بين اللايرات هي اداه اللاير سيلكتور. بمجرد ما بضغط على الشكل كده فبلاقيه نقلني بشكل تلقائي على اللاير الخاص بالشكل ده. لو انا ضغطت على النجمه هلاقيه نقلني بشكل تلقائي على اللاير الخاص بالنجم. فانا هنا عامل ignored by layer selector، يعني انا بقول له كده عايزك تتجاهل اللاير ده باداه اللاير سيلكتور. يعني انا لو ضغطت على الدايره هنا هلاقيه ما نقلنيش لللاير الخاص بالدايره، مهما اضغط مش هينقلني لللاير الخاص بالدايره، على عكس ما انا اقف على المستطيل لو انا ضغطت هلاقيه نقلني لللاير الخاص بالمستطيل. اما لو شلت الاوبشن كده ignored by layer selector وضغطت ابلاي، اول ما اضغط على الدايره هلاقيه نقلني بشكل تلقائي على اللاير الخاص بالدايره زي ما انتم شايفين. وكده نكون خلصنا الاربع اوبشنز اللي موجودين معانا. ندخل على اللاير كلر. اللاير كلر دي بقدر من خلالها ان انا اعمل تلوين لللايرات في البانل الخاصه باللاير، لان تلوين اللايرات ممكن يسهل معايا الشغل. او انا كده معلم في دماغي وليكن لاير الدايره انا هعمل له تلوين للون الاحمر. انا كده واقف على اللاير، ضغطت على السهم الموجود معايا من بلين هنا، هختار اللون اللي انا عايزه من الالوان اللي موجوده معايا، وليكن انا هختار اللون الازرق. كده هلاحظ ان اللاير اللي موجود معايا اتلون باللون الازرق. هي الموضوع بيبقى اسهل في حركه العين، بس ان انت عشان تتنقل بين اللايرات بسهوله. وليكن لاير رقم 3 هلونه باللون الاصفر مثلا واضغط ابلاي، هلاقي كده اللاير اتلون معايا باللون الاصفر. وده مش هيفرق معاك في الفيديو اللي انت هتطلعه او اي حاجه في الشغل، ده هو مجرد تنظيم وتسهيل في الشغل مش اكتر. اما بالنسبه للاوبشنز اللي موجودين معانا في الديتيلز هنا، دي ان شاء الله هنتكلم عنها بالتفصيل عشان ما نلخبطش الدنيا في الاول لما نتعمق في البرنامج بشكل اكبر. وكده نكون خلصنا الاوبشنز اللي موجوده معايا هنا. عايزك تاخد بالك معايا هنا من حاجه مهمه. هتلاقي هنا الايقونات اللي موجوده معايا. اول ايقونه تيجي معانا دي بقدر من خلالها ان انا اعمل لاير جديد. وعايزك تشوف معايا هنا انواع اللاير، دي كلها انواع لايرات تقدر تضيفها معاك. اول حاجه الفيكتور لاير، وهو اللاير الاساسي البيزك اللي احنا شغالين عليه، اللي هو اللاير العادي ده اللي انا بقدر ارسم عليه الاشكال واتحكم فيه وشغالين عليه من اول ما بدانا الكورس الموجود معانا. تاني لاير موجود معانا هو لاير الايمج. لو انا عايز ادخل صوره للبرنامج اللي موجود معايا هختار هنا ايمج واضغط على الصوره اللي موجوده معايا، يبقى انا كده ضفت صوره موجوده معايا. وعايزك تلاحظ معايا هنا حاجه مهمه، النجم هنا موجوده فوق الصوره، لان في ترتيب اللايرات لاير النجمه فوق لاير الصوره. ممكن اضغط لاير الصوره واسحبه كده فوق، يبقى هو اعلى لاير موجود معايا. يبقى انا كده لو انا عايز اضيف صوره للبرنامج بضغط نيو لاير واختار الصوره اللي انا عايزها من الكمبيوتر عندي واضيفها للبرنامج. تاني حاجه هي ايمج سيكونس، ودي بقدر من خلالها اضيف تتابع صور. احيانا بيكون فيه فيديوهات عباره عن تتابع صور لحركه النار او الميه او الدموع. تعالوا كده نشوفها بشكل عملي. هختار ايمج سيكونس، وليكن هضغط هنا على اول صوره، هلاقي بشكل تلقائي دخل لي الصور والنار اللي موجوده معايا وعملها فيديو. لو انا ضغطت مسطره اخفي اللاير ده عشان تشوفوها بشكل اوضح. كده انا ضفت لاير عباره عن نار متحركه جوه البرنامج. هو اللاير ده ايمج سيكونس عباره عن تتابع صور بيكون لي فيديو. هنا دلوقتي عباره عن صور ونار. تعالوا كده نشوف هنا، هو عمل لي ربط بين الصور دي كلها لحد ما عمل لي فيديو نار متحركه جوه البرنامج. تالت لاير يجي معانا هو الجروب لاير. لو انا ضغطت كده عملت انشاء لجروب لاير هلاقيه عمل لي لاير زي الجروب. الجروب لاير ده بقدر اضيف جواه مجموعه من اللايرات، وليكن هنا عندي اللاير الدايره ولاير المستطيل ولاير النجم.
هاضغط على الlayer الخاص بالنجمة واسحب، وهنا أول ما أقف على الجروب layer واسيب كده هالاقيه دخلت جوه الجروب layer. وليكن لو أنا عايز أنقل الدايرة جوه الجروب layer نفس الفكرة، باضغط واقف على الجروب layer هالاقي الدايرة دخلت جوه الجروب layer. نفس الفكرة بالنسبة للمستطيل. يبقى أنا كده دخلت اللايرات الخاصة بالأشكال اللي أنا راسمها بالبرنامج جوه الجروب layer، وممكن أسميه أقول مثلا جروب الأشكال واضغط أبلاي. واقدر من هنا وأنا واقف على الجروب layer إن أنا أتحكم في كل اللايرات اللي موجودة جواها. لو أنا هنا بأداة اللاير حركت كده أنا بتحكم في كل اللايرات اللي موجودة جوه الجروب layer. ممكن أكبرها كلها مع بعض أو أصغرها أو أعمل لها تدوير. يبقى هنا الفكرة إن أنا بتحكم في الجروب layer بكل اللايرز اللي موجودة جواها، على عكس ما أنا ممكن أختار لاير واحد من اللايرات اللي موجودة جوه الجروب layer وأتحكم فيه. يبقى هنا أنا واقف دلوقتي على اللاير الخاص بالمستطيل بس. لو أنا وقفت على الجروب يبقى أنا كده واقف على الجروب layer بكل اللايرات اللي موجودة جواها. نفس الفكرة لو أنا عايز أتحكم في الدايرة بس هقف على اللاير الخاص بالدايرة. وبرضه لو أنا عايز أتحكم في ترتيب اللايرات جوه الجروب layer مفيش أي مشكلة خالص، الدنيا سهلة وبسيطة. لو أنا عايز أخلي اللاير الدايرة مثلا فوق المستطيل هضغط على لاير الدايرة وأحطها فوق المستطيل. هنلاحظ إن الدايرة بقت موجودة معايا فوق المستطيل. يبقى أنا كده أقدر أتحكم في ترتيب اللايرات جوه الجروب layer، وأقدر أتحكم في كل لاير على حدة، وأقدر أتحكم في الجروب كله مع بعض. مفيش أي مشكلة خالص. نيجي لللاير اللي موجود بعده وهو جروب والسلكشن. أنا دلوقتي لو أنا عايز أعمل تحديد للاير أو أكتر، وأنا دلوقتي هلاحظ إن أنا واقف على اللاير الخاص بالنار. تعال نسميه كده وليكن هنسميه نار. وأنا واقف مثلا هفعل لاير الصورة. إحنا نسينا نقول الملحوظة دي، العين اللي موجودة معايا هنا بقدر من خلالها إن أنا أظهر اللاير أو أخفيه. لو أنا لغيت وجود العين هنا يبقى أنا كده خفيت اللاير اللي موجود معايا. لو حبيت أظهر اللاير هضغط على العين تاني، يبقى أشيل العين كده بخفي الصورة، أفعل العين كده بظهر اللاير. كده ممكن أخفي جروب الأشكال اللي موجودة معايا هنا. أنا دلوقتي لو أنا عايز أعمل تحديد على لاير أو أكتر، ممكن وأنا واقف على اللاير هاضغط شيفت وأضغط على اللاير التاني اللي أنا عايزه. كده أنا عملت سيلكشن على اللايرين مع بعض. لو أنا هنا ضغطت على جروب والسلكشن فأنا كده باقول له عايزك تعمل لي جروب فيه اللايرين اللي أنا عاملهم سلكشن، اللي أنا عامل لهم تحديد. أول ما أضغط هالاقي أنشأ لي جروب لاير ودخل لي جواه اللايرين اللي موجودين معايا. مفيش أي مشكلة برضه لو أنا أنشأت جروب جيت بشكل تلقائي دخلت اللايرين جوه الجروب اللي أنا أنشأته بشكل يدوي، وممكن أعمل سلكشن وأعمل جروب والسلكشن على طول. مفيش أي فرق بينهم تمام. نيجي لللاير اللي موجود بعده وهو لاير البون. البون هي الأعضاء. إحنا عايزين نفهم فكرة التحريك. فكرة التحريك الأول إن أنا برسم الأشكال اللي موجود معايا، وليكن برسم الوش، برسم الإيد، برسم الرجل، برسم أجزاء الجسم اللي موجودة معايا، وبعمل لها ربط بالأعضاء، وليكن عاملة زي عظام الجسم. تعالوا كده نشوفها بشكل أوضح. هقف على اللاير الخاص بالصنفور اللي موجود معايا هنا. شوفوا العظام اللي موجودة معايا، دي العظام اللي بقدر من خلالها إن أنا أعمل تحريك للجسم. أنا بعد ما برسم الشكل بعمل له ربط مع العظام دي بقدر من خلالها إن أنا أتحكم في حركة الجسم عشان أعمل الأنيميشن بتاعي. أظن كده الفكرة بقت واضحة، وإن شاء الله هنتكلم بالتفصيل عن إزاي نرسم شخصية وإزاي نربطها بالعظام عشان نقدر نتحكم فيها ونحركها على خط الزمن اللي موجود معانا. نيجي لللاير اللي موجود بعده هو السويتش لاير، وده اللي بقدر من خلاله أضيف حركات الفم. تعالى كده نشوف الفم اللي مرسوم معايا هنا. اللبس اللي موجودة معانا هنا هي ده السويتش لاير، بضيف جواه حركات الفم. عايزك تركز معايا كده في الفم. دي أول حركة، دي التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة. دي حركات الفم اللي موجودة معايا. نفس الفكرة بالنسبة للهندس، ممكن أضيف مجموعة من الهندات جوه السويتش لاير. هند مفتوحة، هند بتشاور، هند بتتكلم في التليفون، وأقعد أعمل تبديل للهندس دي على حسب المشهد اللي موجود معايا. وكل ده بإذن الله هنطبقه بشكل عملي أول ما نبدأ نرسم شخصية ونتحكم فيها. نيجي لللاير اللي موجود بعده هو لاير النوت، وده بقدر من خلاله إن أنا أضيف ملاحظات وأسيبها معايا. يعني أنا دلوقتي لو أنا شغال أنا وأكتر من واحد على الشغل ممكن أسيب له ملاحظات هنا. أقول له مثلا أي حاجة، هقول له this girl مثلا، هي ملهاش معنى بس أي حاجة، وأضغط أوكي. كده أنا سبت له الملاحظات دي موجودة معايا هنا. هو لما يجي يكمل في الفايل بتاع الشغل ورايا أول ما يفتح هيشوف الملاحظات دي موجودة معانا، إنما هي مش بتظهر معايا في الويندو ومش بتظهر معايا في الشغل،
هي مجرد ملاحظات لو إحنا شغالين أنا وتيم على البرنامج اللي موجود معايا هنا أو فايل واحد بنسيب لبعض ملاحظات. نيجي للlayer اللي موجود بعده هو layer الأوديو، الأوديو اللي باقدر من خلاله إن أنا أضيف صوت اللي موجود معانا. لو أنا عايز أدخّل صوت للبرنامج أو صوت أعمل عليه الanimation أو التحريك باضيف layer الصوت اللي موجود معايا هنا. آخر layer ييجي معانا في اللايرات اللي هنحتاجها معانا في البداية هو layer الtext، وده باقدر من خلاله إن أنا أضيف نص موجود معايا، وليكن هاسمي موهو مثلًا 14 واضغط OK. فأنا كده ضِفت نص موجود معايا، بس عايزك تفرّق معايا هنا، أنا هنا ضِفت نص هيظهر معايا في الفيديو، إنما الnotes ملاحظات جانبية باسيبها ليّا وللناس اللي شغالين معايا على الفايل واحد، مش هتظهر معانا في الفيديو. لإن أنا هنا لو ضغطت Ctrl R وليكن مثلًا هاغيّر لون النص اللي موجود معايا هنا. شوف هنا اللي ظهر معايا هو النص اللي أنا كاتبه بس، إنما الملاحظات مش هتظهر معايا. كده نكون خلّصنا شرح وتوضيح أنواع اللايرات اللي موجودة معانا، وإن شاء الله هنطبّقها بشكل عملي بالتدريج. نيجي لتاني أيقونة موجودة معانا duplicate layer، ودي باقدر من خلالها إن أنا أعمل نسخ لأي layer أنا واقف عليه، وليكن أنا واقف على موهو 14 هاضغط duplicate layer، فهو كده عمل لي إنشاء لlayer تاني. وعايزك تلاحظ معايا إن هو عمل لي نسخ للlayer بنفس المكان، بنفس الإحداثيات، بنفس الصفات، كل حاجة بالضبط. لو أنا جيت أحرّك الlayer ده هالاقي الlayer موجود معايا، دلوقتي الlayer اللي تحت هو الlayer ده، والlayer اللي فوق هو الlayer ده. ولو أنا عايز أحذف layer هاضغط على الlayer واضغط على السلة اللي موجودة معايا هنا، يبقى أنا كده حذفت الlayer. ولو أنا عايز أتحكم في الإعدادات أكتر للlayer باقف على الlayer واضغط ضغطتين. هنا الإعداد بيفتح لي قايمة options خاصة بالlayer. هنا هنلاقي معانا إعدادات متكررة زي الاسم ولون الlayer، وأقدر من هنا أعمل إظهار وإخفاء للlayer، ولو أنا عايز أعمل blur للlayer، والopacity لو أنا عايز أقلل الشفافية الخاصة بالlayer. وهنلاقي هنا options أكتر خاصة بالlayer. كل ده بإذن الله هنتكلم عنه بالتفصيل. إحنا كده فهمنا الفكرة العامة للlayers وإزاي نتحكم في الlayers وأنواع الlayers اللي موجودة معانا، وكل layer بيستخدم في إيه بالضبط. وإن شاء الله هنطبّق على كل حاجة بالتدريج في الفيديوهات اللي جاية، ولو في أي أسئلة فأنا معاكم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.